43% من البنات خايفين ينزلوا الشارع، 8% حاولوا الانتحار، 6% منهم كرهوا جسمهم، و2% خايفين من الجواز بسبب كرههم للتلامس الجسدي. اتخضيت؟ دي مش مجرد ارقام مجرده، دي حكايات لبنات اتعرضت للتحرش، والارقام دي دراسه عملتها الامم المتحده عن الاثار النفسيه للتحرش. ولو عاوز تفهم الحدوته من اولها ارجع للفيديو اللي فات. التحرش مش موضوع بسيط، اثاره ممكن تفضل مع البنت لسنين وسنين قدام وما بتبقاش قادره تتخطاه. في بنات كتير فقدت الثقه في نفسها وكرهت جسمها لانها بقت شايفه انه بيسبب لها مشاكل، ده غير الاكتئاب والعزله والخوف والتوتر لو اي حد قرب منها. وعلشان اثاره النفسيه على كل بنت مش بسيطه وهينه، فما ينفعش نسكت لو حصل قدامنا اي حاله تحرش. ما ينفعش نوافق الناس اللي عاوزه تهرب المتحرش وتلتمس له اي اعذار. معلش اصله راجل كبير، ولو شاب معلش انت كده بتضيعي له مستقبله، ودي اول مره ومش هيكررها تاني. سكوت عن اي موضوع بيفضل ينيمه لحد ما يبقى كبير وينفجر في وشنا كلنا. في حاجات السكوت عنها بيعمل مصيبه زي التحرش. طب ايه سبب التحرش؟ محتاجين نرجع الشريط من اوله، لانه راجع من التربيه من واحنا صغيرين، والولد بيتربى انه احسن واقوى من البنت، ولمجرد انه ولد فهو ليه السيطره الكامله على اخته ويتحكم فيها زي ما هو عاوز، وان الست اتخلقت عشان تخدمه وتسعده وتلبي رغباته هو وبس. اكيد وقتها الولد عمره ما هيبص باحترام لاي ست، وهيشوف انه مباح انه يعمل معاها اللي هو عاوزه. لما البنت كمان تتربى ان ليها حقوق اقل من الولد وعليها واجبات اكتر منه، وان لمجرد ان هي بنت اخرها الجواز، فده هيخليها تتقبل الاهانه من اي حد وهي ساكته. علشان كده الحل جاي من البدايه، من اول التربيه. لازم نربي الولد على انه يحترم البنت ويقدرها، والبنت نربيها على القوه والتوعيه بكل حاجه تخص جسمها. والاهم من ده ان احنا نصاحبها علشان لو اتعرضت للتحرش تقدر تيجي تحكي ونسمعها ونساعدها. اما البنات فمحتاجه تعرف ان هي مش لوحدها، وان في بنات كتير حاسه بيها وعاوزه تساعد، وان كمان القانون معاها لو اتعرضت لاي تحرش. في اماكن كتير ممكن تساعدها زي الاداره العامه لمكافحه العنف ضد المراه التابعه لوزاره الداخليه، وكمان مكتب الشكاوي الخاص للمجلس القومي للمراه. هسيب لكم ارقامهم وطرق التواصل معاهم في التعليقات. زي ما في اماكن كتير بتساعدك انك تحمي نفسك من التحرش، لازم الاهل كمان تبقى في ظهر ولادها، يحسسوهم ان مهما غلطوا فهم هيفضلوا ولادهم اللي بيحبوها، وان الغلط ممكن يبقى تجربه نتعلم منها وما نكررهاش تاني. بس لو ولادنا اتكسروا عمرنا ما هنعرف نرجعهم. كلمه اخيره، يا ريت تعملي شير للفيديو ده مع صحباتك علشان يعرفوا يعملوا ايه لو تعرضوا للتحرش.